الهدافين حمود سلطان ومحمد صالح، والتاريخ العظيم لحراسه مرمى المنتخب البحريني قد يكون سيد جعفر يسير على الضرب والطريق. اذا احمد ياسين وركله الترجيح الاولى للمنتخب العراقي. كله بيقول يا رب، كله بيقول يا رب يا رب. تصدى لها سيد جعفر، كل البحرين بتقول يا رب يا رب ليتصدى السيد جعفر لاول ركله ترجيح لتضيع على المنتخب العراقي، تضيع على احمد ياسين بديل من بدلاء المنتخب العراقي في الشوط الثاني. قبل ما الشوط قلت لكم هو من الناس اللي مهاراتها مش عاليه قوي. رايح ليونس محمود قال له خلاص ما تزعلش ما تغضبش، بصوت واطي بيقول له ما تخافش ممكن انا احصلك. جاي محمد حسين النجم الكبير، واحد من اللاعبين اللي رجليهم الشمال حلوه، صلوا على النبي صلوا على النبي، رجليه الشمال حلوه في التصويب من مسافات من ضربات الترجيح، بياخد نفس عالي قوي نتيجه الضغط اللي عليه. محمد حسين وكل جماهير العراق بتقول يا رب ليتصدى نور صبري لتصبح النتيجه كما هي بدون اهداف في ركلات الترجيح. نور صبري عظيم وسيد جعفر عظيم والعظمه لله، ما في حد احسن من حد. قلت لكم روبرتو باجيو ضيع، باريزي ضيع، مارادونا ضيع، بيليه ضيع، عشان ما حدش يضيع شخصيه لاعب عنده بيحبه في ظروف زي دي. يا سلام يا نور، ويا سلام يا سيد يا جعفر، حراسه المرمى والدور الكبير. فتاح نصيف ورعد حمودي مع العراق، نجوم وتاريخ لحراسه المرمى تاريخيا. سيد جعفر يسير على ضرب الكبار، بينما الان درغام واحد من البدلاء الثلاثه بيلعب برجله الشمال وحريف قوي 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 قوي. درغام حريف قوي 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 قوي، يتقدم للمنتخب العراقي 1-0 1-0 للعراق. حطت مش في زاويه قوي لكن سريعه وقويه. فرحان حكيم طبعا. شوف سبحان الله، كان الله في عون اللاعبين، كان الله في عون اللاعبين. برافو يا درغام، 20 سنه لسه ولا 19 سنه، بيعيشوا لقطات تضيف لهم الكثير في حياتهم. اللقطات دي في حياته كإنسان مش بس كلاعب كورة. الموضوع أكبر من الكورة يا جماعة، الموضوع موضوع حياة، موضوع إنسان، موضوع مواطن لوطن، موضوع رجل مسؤولية. فده موقع مسؤولية. تخيل بلد تعدادها 10 20 30 100 200 300 مليون، مليار و600 مليون زي الصين، أنت بتدافع عنها. فوزي عايش للبحرين يبحث عن التعادل في ثاني ضربة. العراق متفوقة 1-0. فوزي عايش يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 حلوة، حطها سريعة قوية بارتفاع صعب على يسار حارس المرمى نور صبري. برافو فوزي عايش، برافو فوزي عايش. التعادل 1-1 بين العراق والبحرين في ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 أيضا. ركلة الترجيح اللي جاية، ركلة ترجيح المنتخب العراقي. وليد سالم كان عنده إصابة. وليد سالم يا ولد، الباك اليمين يحطها عالية على يمين حارس المرمى الحارس سيد جعفر لتتقدم العراق من جديد، والعلم العراقي بين أيدي فتيات وسيدات وأنسات العراق اللي حاضرين هنا في المدرجات. بينما فرحة البدلاء، شوف الضغوط اللي على اللاعبين. بينما سلام شاكر من النوع اللي بيدي ظهره ولا ايه لركلة الترجيح. ادي سلام شاكر المدافع العملاق وافضل مدافع في البطولة قد يكون بشكل عام. سيد ضياء رقم 4 النجم الكبير النجم الموهوب. سيد ضياء 2-1 للعراق الآن، 2-1 للعراق. لو سجل السيد ضياء يبقى التعادل، لو ما سجلش يبقى العراق متقدمة 2-1 في ثالث ضربة للبحرين. ضربة ضاعت قبل كده من محمد حسين وسجل فوزي عايش. السيد ضياء يا ولد حلوة 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 حلوة. التعادل 2-2. الحريفة حطينها بقوة، حطينها بإصرار، عايزين الانتصار بعد غياب 43 سنة. يبحث المنتخب البحريني عن بطولة، يأمل ويتمنى أن تكون ما بين أحضانه هنا في البحرين. حبايبي يا نور العين، عفوا الكاس للبحرين. هكذا هو شعار البحرينيين في هذا اللقاء في هذه البطولة في خليج 21. الكبير يونس محمود بيحاول جمهور البحرين يأثر عليه بالصافرات، وحكيم شاكر
مدرب منتخب العراق. التعادل 2-2 في رابع ضربة يونس محمود. رابع ضربة يونس محمود. يونس محمود يا قلبك يا أخي، يا قلبك يا أخي، يا المراوح اللي على قلبك يا أخي، يا هدوءك يا أخي. بهدوء وثقة وتأني أقدام يونس محمود تغني وتعزف لحن عراقي فريد في لقطات الترجيح. ما يعمل دي إلا واحد عنده رصيد، لأن لو ضاعت يا يونس والله لو أي لعيب كرة لعبة زي دي ممكن تخلص عليه. لكن يا قلبك يا أخي، يا هدوءك يا أخي، يا ثقتك في نفسك يا أخي. بينما حكيم شاكر فرحان وله الحق أن يكون فرحان. 3-2 للعراق. دلوقتي هيلعب عبد الرحمن الملوت، لو سجل يبقى التعادل 3-3 في رابع ضربة. عبد الرحمن الملوت، عبد الرحمن الملوت، ويتصدى نور، ويتصدى نور، ويقترب العراق من المباراة النهائية. تقترب العراق من المباراة النهائية. برافو نور صبري، ويقترب نور صبري من الفوز بلقب أفضل حراس البطولة على الإطلاق. النتيجة 3-2، ناقص ركلة الترجيح الخامسة للمنتخب العراقي. ركلة الترجيح الخامسة، إذا سجل المنتخب العراقي الضربة اللي جاية خلاص. إذا سجل المنتخب العراقي الضربة اللي جاية مبروك للعراق التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الإمارات. ليه؟ لأن دي الضربة الخامسة، فإذا اتسجلت الضربة الجاية النتيجة هتبقى 4-2، والمتبقي لمنتخب البحرين ضربة واحدة، حتى لو سجلها هتبقى 4-3 يبقى فازت العراق. عشان كده نور صبري طمعان فيها، قال لك قدامنا فرصتين أسجل واخد اللقطة التاريخية. هيلعب نور صبري ركلة الترجيح على طريقة شيلافيرت، على طريقة روجيرو. نور صبري لو سجل مبروك للعراق. نور صبري مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق. المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية، العراق إلى المباراة النهائية. حبيبي يا نور العين، فزت أخيرا على البحرين. إذا المنتخب البحريني يودع البطولة، سيلعب على المركز الثالث والرابع، وركلات الحظ الترجيحية تبتسم للعراق، تبتسم للأسود. الأسود للانتصارات تعود، الأسود للمنصة تعود، الأسود للبحث عن الكأس بعد غياب تعود، الأسود في اليوم الموعود بحضرة كل الشهود.